الطريقي بعض الإعلاميين الهلاليين حقراء لأنهم جابوا سيرة ابني وأدعوا أني ضربت والدي المتوفي. أثار الإعلامي صالح الطريقي الجدل بعد تصريح حاجم فيه بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي الهلال، مؤكداً أنهم تجاوزوا الحدود الأخلاقية بمساسهم بحياته الشخصية والعائلية. وقال الطريقي خلال ظهوره في برنامج هجمة مرتدة: للأسف بعض الإعلاميين الهلاليين لا يمكن وصفهم إلا بأنهم حقراء، لأنهم جابوا سيرة ابني وتطاولوا على ذكر والدي المتوفي بحقارة، وهناك شخص حقير ادعى بأني ضربت والدي. النوفل يعلق على انتقال مصعب لجوير لنادي القادسية. علق الناقد الرياضي طارق النوفل بعد انتقال مصعب لجوير لنادي القادسية. وكتب النوفل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: مصعب قد ساوي، للأسف كنت أتمناه شبابياً، اللهم عجل بالخصخصة. الزهراني يغرد بعد تصريحات محمد نجيب. غرد الناقد الرياضي علي الزهراني بعد تصريحات الإعلام الإماراتي محمد نجيب، وكتب الزهراني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: لم يسبق لأي إعلامي ينتمي للإعلام الرياضي السعودي أن قام بتأجيج الجمهور على المنظومة الرياضية الإماراتية أو على أي ناد من أنديتها مثل ما فعل محمد نجيب. مرعب للنصراويين. القحطاني يعلق على جدول مسابقات الدوري. علق الناقد الرياضي فلاح القحطاني على جدول مسابقات دوري روشا للمحترفين، وقال القحطاني عبر حسابه على منصة إكس: جدول مرعب للنصراويين، البداية بالتعاول خارج الأرض، ثم الرياض والخلود في الأول بارك، ثم الاتحاد خارج الديار. وأضاف: النهاية الاتفاق والأهلي خارج الأرض، ثم القادسية بالرياض، ثم الهلال خارج الأرض، ثم الشباب وضمك في ملعب المحالة. وتابع: أصعب جدول شاهدته لفريق خيسوس ورفاقه في أصعب امتحان. الفريح يعلق على رد الإعلاميين الهلاليين على تصريحات محمد نجيب. علق الناقد الرياضي عبد الرحمن الفريح على رد بعض الإعلاميين الهلاليين على تصريحات محمد نجيب، وكتب الفريح عبر حسابه بمنصة إكس قائلاً: كنت أتمنى من بعض أعلام الهلال الرد على الأستاذ محمد نجيب بالحجة والأدلة والبراهين لنفي ما قاله من اتهام عن محاباة اللجان لناديهم. لماذا تحول الوضع إلى سب وشتم بدلاً من الرد عليه بأدب ومنطقية؟ وتابع: لنا سنوات طويلة وهذا حالهم، يهاجمونك شخصك ولا يحاورون طرحك ويردون بالأدلة. لا. خالد القحطاني يحذر الهلال من التعاقد مع نونيز ويكشف عن السبب. كشف الناقد الرياضي خالد القحطاني رأيه في تعاقد الهلال مع لاعب ليفربول نونيز. وقال القحطاني عبر حسابه على منصة إكس: المهاجم اللي ينطبق عليه وصف هداف هو اللي يسجل لك وهو كويس ويسجل وهو سيء، ينزل مستواه أو يرتفع، لا يفقد غريزته، عنده استمرارية. وتساءل: هل هذه السمة في نونيز؟ وأجاب: لم يتمكن نونيز من تسجيل هدفين في جولتين متتالية في ال3 سنوات الماضية مع ليفربول إلا مرة واحدة من أصل 95 جولة في البريمير ليج. إحالة رئيس نادي عريق لجهات الاختصاص بعد إغراق ناديه في ديون تصل لأكثر من 60 مليون ريال، والبكيري يكشف التفاصيل. كشف الناقد الرياضي محمد البكيري تفاصيل بشأن إحالة رئيس ناد عريق إلى جهات الاختصاص بعد كشف لجان الرقابة في وزارة الرياضة عن انهيار النادي وهبوط العديد من ألعابه إلى الدرجة الأدنى بعد أن أغرقه رئيسه في ديون تصل إلى أكثر من 60 مليون ريال، فيما دخل النادي سنويا بالكاد يصل إلى ثلث ذلك المبلغ. وبحسب البكيري أشارت مصادر أخرى إلى احتمالية تورط أطراف من خارج النادي من الوسط الرياضي في التجاوزات المالية المرصودة، ولا زالت التحقيقات جارية مع البعض منهم. لا يليق به أن يمنح دعما مجتزأ. عادل بابكير يوجه رسالة هامة بشأن دعم الاتحاد. وجه الناقد الرياضي عادل بابكير رسالة هامة بشأن دعم نادي الاتحاد. وقال بابكير عبر حسابه على منصة إكس: الاتحاد وهو يتوج بالأمجاد بطلاً للدوري والكأس لا يليق به أن يمنح دعماً مجتزأ أو استقطاباً مختل الموازين، فالمجد لا يصان إلا بعدل يوازي علو مكانته،
والهيبة لا تحفظ إلا بتوازن يليق بتاريخ العميد وذرى بطولاته. وأضاف: فكونوا للدعم قسطاسا وللاستقطاب ميزانا يرفعان العميد حيث اعتاد أن يكون، في قمة المجد وسنام المنافسة. متعب الهزاع يكشف عن أقل الأندية المشاركة في كأس السوبر من حيث عدد اللاعبين الأجانب. كشف الإعلامي الرياضي متعب الهزاع عن أقل الأندية المشاركة في كأس السوبر من حيث عدد اللاعبين الأجانب. وقال متعب الهزاع عبر حسابه على منصة إكس: أقل الأندية المشاركة في السوبر السعودي 2025 من حيث عدد اللاعبين الأجانب هو نادي النصر، وصفقاته متعطلة بسبب الدعم. أتمنى يكون هناك حراك وتوفير السيولة المالية من أجل تسهيل عمل النصر. لعدالة المنافسة الدعم مطلب. الثقيل يعلق على أنباء عودة عبد الله المعيوف لنادي الهلال. علق الناقد الرياضي سطام الثقيل على أنباء عودة الحارس عبد الله المعيوف لنادي الهلال. وكتب الثقيل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: مع عودة المعيوف بعقد سنة اللي فكر فيه خبيره فاهم. وتابع: بونو بغيب عنك شهر، أعتقد يناير، وفي يناير 7 مباريات. وأضاف: من يملأ الخانة كسعودي أكثر من المعيوف. الشيخ يعلق على انتقال اللاعب سعود عبد الحميد لنادي لانس الفرنسي. علق ناقد الرياضي محمد الشيخ على انتقال اللاعب سعود عبد الحميد لنادي لانس الفرنسي، وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: قلت سابقا أن سعود عبد الحميد في تجربته الاحترافية الأولى قد اختار النادي الخطأ في الدوري الخطأ. وتابع: واليوم حيث سيخوض تجربته الثانية في نادي لانس الفرنسي، أرى أنه وفق في اختيار الدوري والنادي معا، ويبقى دور سعود نفسه في تأكيد قيمته الفنية، وهو يملك ما يثبت ذلك. دعائي بالتوفيق له. الجديع يرد على محمد نجيب: الهلال لا يحتاج محبتك، وبرنامجك كان نقطة سوداء في تاريخ البرامج الرياضية. وعلق الإعلام الرياضي ناصر الجديع على تصريحات الإعلام الإماراتي محمد نجيب التي أشار فيها إلى محبته السابقة لنادي الهلال قبل أن يغير موقفه. وكتب الجديع عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: لا كنت ولا عمرك كنت تحب الهلال، ولا يضيف للهلال ولا ينقص منه أصلاً أن يحبه أو لا يحبه مثلك. برنامجك كان نقطة سوداء في تاريخ البرامج الرياضية، ويكفي أن نتذكر من كان يمثل الهلال في برنامجك وكيف كان حاله وإلى أين صار مآله، لنعرف نواياك ونوايا البرنامج تجاه هذا النادي العظيم الذي بقي عظيما وسيبقى كذلك بإذن الله، بينما ذهبت أنت وبرنامجك ومن كان معك في خطك إلى سلة مهملات التاريخ.